أهلا بيكم. كتير بنسمع إن العقار أضمن استثمار، بس هو الحقيقي العقار أضمن استثمار للي فاهم أرقامه صح. فلو حضرتك النهارده داخل تشتري شقة أو داخل تشتري أي بروبرتي بشكل عام عشان المكان حلو، يبقى حضرتك بتستخدم قلبك وما بتستخدمش عقلك. وعشان كده النهارده هنشرح مصطلحات مهمة جدا تخص الاستثمار، وبيها هنعرف هل الاستثمار ده ناجح ولا استثمار فاشل. فعايز حضرتك تركز معايا كويس قوي عشان لما نفهم المصطلحات دي مع بعض محدش يعرف يضحك علينا خالص في السوق. نبدأ بأول حاجة وأسهله، هو ال ROI Return on Investment، العائد على الاستثمار. والعائد على الاستثمار هو ببساطة أنا دفعت كام وكسبت كام. بمعنى النهارده أنا لو شاري شقة ب 5 مليون جنيه بقت ب 6 مليون جنيه، يبقى أنا المليون جنيه الزيادة ده هو ال ROI بتاعي. بس للأسف ال ROI في مشكلة خطيرة جدا، إن هو ما بيحسبش الزمن. وهنا بيجي دور ال ROR Rate of Return. والريت اوف ريتيرن هو مهمته إن يعرف مكسب حضرتك اللي كسبته ده في وقت قد إيه. يعني المليون جنيه دول جم في كام سنه؟ لان طبعا المليون جنيه ده لو جه في سنه غير جه في 5 سنين. وطبعا هو ليه دور مهم جدا، لان الار او ار النهارده بيخلي حضرتك تعرف تقارن ما بين انك تحط فلوسك في العقار او تحطها في البورصه او الذهب مثلا. نيجي بقى للوحش سيد المؤشرات العقاريه، الاي ار ار انترنال ريت اوف ريتيرن. والانترنال ريت اوف ريتيرن هو المصطلح الاكثر استخداما عند 99% من المطورين الكبار، لان بيدي لحضرتك انديكيتورز عن كل فلوس دخلت، كل فلوس خرجت، مواعيد الفلوس اللي دخلت، مواعيد الفلوس اللي خارجه. وكمان بيدي لحضرتك انديكيتور ان لو الايجار غطى القسط مثلا بعد 3 سنين، فالاي ار ار بتاعك بيبقى ضارب في العالي جدا. وهنا بيدي لحضرتك قرار سريع جدا، هل اجمد فلوسي في الطوب ده لمده 7 سنين هي كسبانه فعلا، ولا اربطها وديعه مثلا في البنك. واخيرا عندنا الكابيتال جين وعندنا الرنتال ييلد. والكابيتال جين هو العائد على الاستثمار اللي حضرتك حطيته بشكل عام. اما الرنتال ييلد او النت رنتال ييلد وهو صافي العوائد الايجاريه بعد خصم منها طبعا اي اكسبنسز موجوده زي الضرايب مثلا. في الاخر انا مش جاي اتظاهر مع حضرتك بمصطلحات بالانجلش او مصطلحات تخص مؤشرات عقاريه، انا عايز اوصل لحضرتك العقار دراسه استثمار مهمه جدا، فيها ار او اي بيدرس لك العائد الاستثماري بشكل عام، في الار او ار بيدرس لحضرتك السرعه بتاعه العوائد الاستثماريه، في الاي ار ار بيدينا اوفر فيو هل ادخل الاستثمار ده او لا، وخصوصا لو ربطناه بالانفليشن عشان بيدينا اي ار ار حقيقي نقدر نقيس عليه. وان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه المشاريع الاستثماريه اللي هنتكلم عليها هنربطها دايما بالمؤشرات ديت عشان نتكلم بشكل اكاديمي هل الاستثمار ده ناجح ولا لا، مش مجرد مشاعر اتجاه مشروع او اتجاه مطور بعيد.